السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قلت لكم حبايبي في فيديو جديد. جايبين سمك بوري نخلله فسيخ. ماشي، هوريكم طريقه تخليل الفسيخ. طبعا السمكه بتبقى مقفوله زي ما هي كده، يا دوبك هنغسل النغاشيش بتاعتها اللي هي دي، هنغسلها كويس، نطلع منها الدم اللي فيها والزفره اللي فيها. ماشي، ونبدا ايه نجهز الحاجه مع بعض. ماشي، ادينا ايه جايبين دول البوري النهارده يا جماعه ب100 جنيه. البوري الكبير. البوري الوسط اللي انا جايباه ده ب85 جنيه. ماشي يا حبايبي، اهو نغسل النغاشيش كده ونشطف السمكيه كويس كده، وايه ونسيبها تتصفى من الميه اللي فيها ايه خالص. ما نخليش فيها ميه عشان ما يعملش ريحه ايه عفونه فيها، ولا ريحه زفاره وكده، عشان السمك ما يدوتش منك وانت ايه شايلاه. ماشي يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين اهو السمك الوسط. بصوا شايفين النغاشيش بتاعته لازم تبقى نضيفه ازاي، ما يبقاش فيها دم خالص اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا بيضه ازاي اهو. طبعا ايه بتسيبيه بقى يصفي ميته خالص. ماشي، عشان ايه زي ما قلت لكم عشان الميه بتاعته. بصوا النغاشيش بخليها بيضه ازاي، شايفين اهو. دول 4 سمكات عاملين كيلو وربع. ماشي يا حبايبي، السمك الكبير عندها عامل 100 جنيه، ده الوسط ده عامل 85 جنيه. ماشي يا حبايبي اهو. هنسيبه بقى يتصفى كده خالص من ميته، ونرجع ايه نرجع لكم تاني نجهز بقى التتبيله الحشو بتاعه، ونرجع لكم تاني. ماشي يا حبايبي، خليكم معايا اهو. بصوا يا حبايبي، جبت صينيه ماشي عشان احط فيها ايه التوابل اللي انا هخلل بيها. شطه ماشي زي ما انتوا شايفين، وملح ماشي، وحبه كركم كاري او كركم، اللي هو ايه هيدي اللحم بتاعه صفار كده شويه. ماشي يا حبايبي، هنقلب كل ده كده في بعض كده. احنا ايه جاهزين ايه بالتمليح بتاعه، الحاجه اللي احنا هنخلله بيها. ماشي يا حبايبي، والعلبه بقى او العلبه او البرطمان اللي انت هتحطي فيه لازم يبقى محكوم كويس جدا، عشان ما يدخلوش ايه هوا ويعمل ايه دود او يعفن او يبقى ايه يبوظ منك يعني. ماشي يا حبايبي، برضه هوريكم هنقفله ازاي وخطوه خطوه مع بعض، خليكم معايا اهو يا حبايبي. بصوا الصفة خالص اهو من ميته. نبدأ بقى ايه نحشيه. هناخد بقى واحدة واحدة، نملى البق ونملى النغاشيش، وهخليكم معايا لحد ما اخلصهم هما ال4. ماشي يا حبايبي، وهوريكم بقى بتغلفوهم ازاي وتقفلوا عليهم ازاي. ماشي، خليكم معايا اهو يا حبايبي. زي ما قلت لكم هنيجي بقى اهو كده هنا، هنمسك النغاشيش دي كده نحشيها خالص، نملاها يعني ايه ما نخليش فيها اي هوا اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا انا هبقى معاكم عشان ايه تعرفوا تعملوه ازاي اهو. نقفل النغاشيش خالص كده. هنجيب بقى البق من هنا اهو، نفتح البق كده ونملاه اهو زي ما انتوا شايفين. هنملى البق ده لحد ما ايه للاخر عشان ما يخشلوش اي هوا. ماشي يا حبايبي اهو نغلفها كده. ماشي، دي كده ايه اول واحده. هنجيب بقى ايه شنطه او كيس تلاجة، الكيس اللي عندك بتاعه التلاجة اهو زي ما انتوا شايفين اهو، كيس ابيض نضيف. ماشي، هنحطها ايه فيه كده اهو. ماشي، وناخد التانية السمكه التانية هنعمل برضو نفس اللي قلنا عليه اهو. النغاشيش نملاها خالص عشان ما يخشلهوش هوا من اي اتجاه. سهل وبسيط، واحسن ما بتروحي تجيبيه من بره. الكيلو بيبقى عامل 140 150 وصل ل200 كمان عشان السمك غالي اهو. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. ونغلف السمكيه كده عشان تاخد حدقها حلو اهو. لو مش حاسه ان النغاشيش لسه فاضيه، بترجعي ايه قبل ما بتحطيه في الكيس بتاعك
بتراجع عليه تاني اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين البق، بصوا البق اتملى ازاي عشان ما يخشلوش اي هوا. هنحط دي كمان كده معاها اهو. هنجيب السمكة التالتة اهو يا حبايبي. واهم حاجة زي ما قلت الغسيل بتاعه نغشيش والبق يبقى كويس جدا عشان ما يعملش اي ريحة عفونة ولا هو يبوظ منك وانت ايه سايباه. ده بيقعد كده معايا 15 يوم او 20 يوم وببدأ افتح عليه، او اول ما افتح عليه برضو هوريهولكم. ماشي يا حبايبي اهو زي ما انتوا شايفين. انا قلت اعمله معاكم عشان لما اجي افتح عليه تبقى انتوا ايه شايفين الفيديو كله من اوله لاخره طريقته ازاي. ماشي يا حبايبي. وادي دي اخر سمكه. هناخد بقى الباقي اللي هيفيد من الملح والشطه ده نحطه ايه عليه في الشنطه كده عشان برضو يحافظ ايه عليه اهو يا حبايبي. نفتح البق كويس جدا اهو. نبدأ بقى ايه نملى البق للآخر اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. وهنغلفها برضو تاني كده بالدقة دي وبقشره يا جماعة. محدش يقشر السمكة دي خالص، السمكة دي بتتخلل بقشرها ما بتتقشرش. ماشي اهو زي ما انتوا شايفين اهو. هنزل بقى بالتوابل دي اهو. هنزل بقى ارشها عليه كده عشان تحافظ لي عليه اهو. ماشي يا حبايبي اهو. نربط بقى الشنطه دي، نحاول نلمه كده نربطه ونحط شنطه عكس شنطه. يعني انا هربط دي دلوقتي كده وتطلعي من كل شنطه الهوا، ما تخليش في الشنطه هوا خالص اهو اهو. هجيب شنطه تانية زي ما انا ربطت الربطه دي هعكس الربطه. هتبقى الربطه دي من الشنطه من تحت اهي وهربط شنطه تانية فوق اهي. بصوا بفضي الهوا منها خالص عشان ما يخشلهاش اي هوا خالص. ماشي يا حبايبي اهو. نجيب شنطه كمان وهعكس الربطه تاني سهل وبسيط وكل الناس بتحبه. جنبه بقى رنجة، جنبه بصل اخضر، الاكل بقى اللي هو ايه بتاع شم النسيم وكده. بس احنا بنخلله في اي وقت، ما بنحبش نجيبه من بره. ماشي عشان بنغسله كويس ونبقى عارفين ايه هو اتعمل ازاي. ماشي يا حبايبي اهو. نعكس برضو الربطة. اهم حاجة في عكسات الربطة ان انتي تفضي اي هوا من الشنط. ماشي يا حبيبتي اهو. 5-6 شنط كده بيحفظوه بيحموه بقى من اي ايه هوا يخشله ولا اي ريحه ولا اي حاجه تخشله. ماشي يا حبايبي. ده بيقعد معايا 15 يوم، من 15 يوم ل 20 يوم على ما تبداي تفتحي ايه عليه اهو. زي ما انتوا شايفين. بصوا عكس الربطه اللي انا بربطها بتبقى من تحت
اي هوا ما يبقاش موجود. خلي دي بقى اخر شنطه كده، احنا لفيناه في 6 شنط اهو، عشان نقفل برضو بقيه الشنط ايه العلبه او البرطمان اللي انت ايه هتحطيه فيها اهو. ماشي يا حبايبي. طبعا احنا جايبين العلبه بتاعتنا اهي، عشان البرطمان بتاعي مش يعني ما عنديش برطمان. احطه كده في العلبه، احاول ايه احطه كده في العلبه اهو زي ما انتوا شايفين كده. وحاطه شنطه تانية في العلبه اهو اللي هقفل بيها. ولازم يا جماعه العلبه تبقى محكومه كويس جدا فيه. ماشي. طبعا ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واللي ما اشتركش معايا في القناه يشرفني ويشترك معايا في القناه. خليكم معايا وهرجع لكم تاني اهو. زي ما انتوا شايفين قفلنا برضو حتى العلبه اللي احنا حطينا فيها في شنطه عكس شنطه. ماشي. هنجيب بقى غطا العلبه اهو، هنحكمه كده حلو، ونجيب شنطه تانية ونحطه فيها. ماشي يا حبايبي. جبنا الشنطه، هنحطه في الشنطه دي بقى، ونلفه لفه حلوه، ونحطه في مكان ايه بعيد عن الشمس وبعيد عن اي ايه هوا واي تراب واي ايه اي حد يعني ان هو يتعرض له. ده ما بيتفتحش عليه يا جماعه الا بعد 15 يوم او 20 يوم. ماشي يا حبايبي. طبعا ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناه يشرفني يشترك معايا في القناه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش هقول لكم بقى ده فيديو جديد، ده الفسيخ اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. نبدا نفتحه النهارده اهو مع بعض. هنشد كل الشنط اللي احنا كنا مربطينه بيها عشان الهوا. ماشي. هفتحه دلوقتي اهو قدامكم. وبعد كده ايه ده كده بقاله 21 يوم او 22. ماشي اهو. ماشي كده اهو. بصوا شلنا الشنط اللي هي كانت على العلبه كلها عشان ما كانش عندي برطمان. بصوا بقى احنا عاملينه في كام شنطه اهو. ده الفسيخ اهو. ماشي. ادي شنطه وادي كذا شنطه طبعا رابطينه فيها. انا قلت افتحه معاكم وانضفه واوريه لكم. اهو زي ما انتوا شايفين. ادينا وصلنا ايه لاخر شنطه. هنطلعه اهو مع بعض. بصوا طبعا استوى خالص. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين. هنبدا بقى نشطفه من الملح اللي فيه اهو زي ما انتوا شايفين. نبدا بقى نشطفه كويس جدا من الملح ده، ونبدا نقطعه، ونبدا ايه ننضفه تنظيفه حلوه، ونحط عليه زيت، ننقعه في زيت وليمون. ماشي يا حبايبي اهو. تعالى كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو. هنفتح بقى الميه ونشطفه حلو عشان نطلع منه ايه الملح والشطه اللي كانوا فيه ده. هشطفه بقى معاكم وهشطفه وارجع لكم تاني. حد بقى هيسالني احنا حاطينه في الاكياس دي كلها ليه؟ دي اكتر من 10 شنط او 15 شنطه ماشي جوه بعض كده، غير طبعا اهو بقيه الشنط. ماشي يا حبايبي. هنلم بقى كل ده عشان ما يخشلهوش اي هوا او اي حاجه تخليه مثلا يبوظ منك، يلم دود، يلم اي حشرات اللي هي الحاجه العفونه اللي هي بتعمل عفونه عامه. زي ما انتوا شايفين اهو. انا اديني شطفته اهو كويس من الملح. ماشي. هسيبه يصفى كده شويه في المصفى. ماشي. وابدا ايه هقشر القشره الخارجيه دي. بصوا بسهوله. بصوا هو دايب اصلا. بصوا القشره بتاعته هتخرج بسهوله معايا اهي. هقشره بقى واقطعه واوريه لكم. ده بقى عمايل ايديا. ماشي يا حبايبي. ده صنع بيتنا يعني، ما بنشتريش الحاجات دي من بره، عشان طبعا احنا بنجيب السمك البوري وبنغسله كويس جدا. ماشي. وبننشف النغشيش بتاعته من الدم او من اي حاجه. اهم حاجه ان انتي تبقي حاشيه. هتلاقوا الفيديو، انا هضيف الفيديو ده مع الفيديو اللي انا اول ما عملت الفسيخ. ماشي. عشان تبقوا واخدينه من اوله لاخره. ده يا جماعه قعد كده معايا 21 يوم. بصوا طري ازاي. بصوا دايب، هتلاقوه دايب، واللحم بتاعه بصوا. انا هفتح دلوقتي بقى واوريلكم. ماشي يا حبايبي. هقشر القشره دي بالسكينه وهفتح بقى واوريلكم ايه اللحم بتاعه عامل ازاي من جوه. ماشي يا حبايبي. خليكم معايا اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين بالسكينه اهو هنشيل القشر ده كله اهو. ماشي. القشر كله بتاع الظهر وبتاع كله هو. بصوا طالع معاكم على طول.
ظهره وبطنه كده، هننضف قشره بالمقص بقى. انا هعمل معاكم دي وبعد كده هخلص خالص بقى وارجع لكم. انا كنت منزله معاكم التنظيف قبل كده بتاعه، هوريكم بعد كده ايه، هرجع لكم خالص. ماشي يا حبايبي، اهو هنشيل كل ده كده بالمقص، اللي هي الحاجات بتاعته اللي هي الحاجات بتاعته دي، الغشاشيش بتاعته دي اهو زي ما انتوا شايفين كده. هننضفها كلها عشان نعرف ايه، نشطف السمكية من القشر اللي فيها، ونفتح بقى وهننضف البطن بس وخلاص. اهو هنشيل الديل زي ما انتوا شايفين. وعشان ما اطولش عليكم الفيديو انا هخلص خالص وارجع لكم، بس انا قلت اوريكم اول واحده معاكم وخلاص. اهي شلنا كمان الراس، هنفتح بقى كده البطن اهو زي ما انتوا شايفين كده. اهو فتحنا البطن بتاعته، بصوا بقى عامل ازاي من جوه. هوريكم بقى كله بعد ما اخلص. ماشي يا حبايبي، اهو زي ما انتوا شايفين هو ده اللي طلع منه الاربع روس اهم، وبس القشر بتاعهم والبطن. وادي طبعا الفسيخ اهو، بصوا بصوا قلبه عامل ازاي، بصوا اللحمه بتاعته دايبه ازاي. ماشي يا حبايبي، هنشيل بقى ايه اهو عشان يبقى واضح معاكم. هنشيل بقى السلسله دي ونبدا نقطعه زي الجزل كده اهو، بصوا كله اهو. ماشي يا حبايبي، اديني بوريها لكم واحده واحده كله. بص عامل ازاي زي ما انتوا شايفين اهو. هنبدا بقى نشيل السلسله ونقطعه جزل ونحط عليه زيت وليمون. ماشي يا حبايبي، اول بقى ما اخلص اللي محتاج يحط شطه على الزيت والليمون يحط، مش محتاج انا يعني برشح ان هو يبقى كده عشان ما يحميش ايه على الصدر اهو. هنبدا بقى نشيل ده، السلسله دي نشيلها نطلعها ونبدا بقى نقطعه جزل ونحط ايه عليه زيت وليمون. هقطعه بقى واوريهولكم اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين ادي ده الفسيخ بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا لحمه بقى مش قادره اقول لكم عامل ازاي، بصوا بصوا دايب ازاي اللحم. ماشي يا حبايبي، ده الفسيخ اهو زي ما انتوا شايفين ادي اهو. وادي دي السلسله بتاعته، وادي الليمون. انا حبيت بس اوريهولكم كده الاول ان انا هحطه في علب واعصر عليه الليمون والزيت. ده لسه ما تعصرش عليه ليمون والزيت. بصوا اللحم بتاعه عامل ازاي، بصوا مستوي حلو ازاي، شايفين مش مستحمل يعني. بصي مع العيش هيبقى تحفه. ماشي يا حبايبي، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واللي ما اشتركش معايا في القناه يشرفني يشترك معايا في القناه. هحطه في العلب برضو وارجع اوريهولكم اهو يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين ادي اللي حطيته في العلبه اهو، بصوا ده كده كله في العلبه. ماشي، هنزل بقى عليه ايه بالزيت، نغرقه زيت ونحط هنا زي ما انتوا شايفين. دي طبعا العلبه الكبيره، لازم نغرقه زيت كده يا جماعه وليمون. ماشي، عشان لو انا سبته في التلاجة ما ايه ما يبص مني. ادي كده هو غرقناه زيت خالص اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا الزيت تشرب منه فوق وتحت كده. ماشي، وادي العلبة التانية اهو. ونعصر بقى ايه الليمون ده كله عليه، نغرقه كله ليمون. ماشي يا حبايبي، هخلص بقى واعصر الليمون وكده وهوريهولكم، خليكم معايا اهو يا حبايبي. بصوا عصرنا عليه الليمون اهو شايفين، وادي الزيت وادي الليمون اهو. نغطي بقى العلب بتاعتنا ونحطها في التلاجة، وقت ما هاجي اكل بقى اطلع. ماشي يا حبايبي، ده ان شاء الله بقى هيبقى ايه غدانا بكره، رنجة بقى وبطاطس وكده وطبعا اول ما هجهزه بكره، بس انا بنقعه قبلها بيوم. ماشي يا حبايبي، عشان ايه يطلع معايا حلو كده ومش حامي ومفيهوش اي ايه زفاره ولا اي حاجه. ماشي، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، واللي ما اشتركش معايا في القناه يشرفني يشترك معايا في القناه.